السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رأيت أن أقدم لكم من خلال قناة المحترف واحد موضوع بخصوص تغيير قرص الصلب أو الرام لحاسوب لينوفو نوع موديل G3050، وهي طريقة سهلة وبسيطة، ولكن المسألة في كيفية فتح هذا الحاسوب، لأنه حاسوب كما تشاهدون حاسوب رقيق. طريقة فتحه حاسوب رقيق، ذا حجم رقيق جدا ويجب الحذر في فتحه. الآن سأريكم كيفية فتح الحاسوب. نقوم بفتحه، وليس بالضروري فتح العديد، ولكن يكفي لنا فتح ثلاث فقط. وقبل فتحهم بطبيعة الحال نقوم بنزع البطارية بالنزل هكذا، وننقر هكذا هنا لفتح البطارية لإخراج. الآن بعد نزع انظروا جيدا، دفع من هنا بطريقة سلسة، سيكون الفتح سهل وليس باستعمال سكين أو ما شابه ذلك، فهذا كله مضر بالحاسوب. دفع قليل إلى الأمام هكذا، وبعد ذلك سيكون الفتح سهل جدا. ها هنا القرص الصلب، نزعه سهل، وهذه الرام كذلك، من أراد تغييرها فيقوم بتغييرها. أردت فقط هنا أن أريكم كيفية فتحه، لأن هناك العديد من يجدون صعوبة في فتح هذا الحاسوب، أو باستعمال القوة في فتح الغطاء مما يتسبب في كسره. وإن شاء الله سنقدم لكم كل مرة فيديو جديد في كل ما يعترضنا أو في كل ما نراه يفيد مشاهدينا. وشكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.